هذه القصيدة للشاعر السلطان حامد بن عاطف، وعنوانها تحديا للأصمعي لو صابني ما صابني. صوت المنبه فاتني لا أشتكي لشكوتي، سعر الغلا أصابني غلا غلا غلغل غلي، سعر الأرز ب7 في 7 و7، والبر سعر 9 في أسواق الفقر غري، والزيت يبدو سائلا كالشاه بالقرنفل، والغاز سعر 5 ومشوار الرجنجلي، والنفط لون أخضر كألوان البغل غلي، والماء صارت بوزة تنقل بالنقل، والسعر يبدو باهظا كأنه عسل سلي، صار الغلا مصيبة والناس ترجو الرحل، مشيت وأنا باصي معي أشكي زمان الغلغ، باصي تعطل فجأة كم أشتكي للمعبسي، صرخت صوتا عاليا ما هذه العرنقل، سمعت شيئا مزعجا كان شبيه الرقل، ومعمعة في معمعة ولا دريت من معي، وشيء يمشي ساحيا كمشية الغضنفر، وصوت أشباح تدور حولي ومن حويللي، وديك يبدو خائفا قلي، وصوت قط مماليا، والكلب هو 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 لي، والرعد يرعد راعدي رعد 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 ددي، والبرغ يبرغ بارغي برغ برغ بربر بغي، والريح هزت هزهزي هزا هزا هزهزي، وأمطرت تهمرني مطر 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 طري، رأيت ثورا هاربا من جنب بيت العمر، لكن هربت مسرعا كالبرق حين العلق، وقعت في بلد مليئة بالفجل فصابني ما صابني، وتكسرت أصابعي وساعتي كانت معي، فلم أجد إلا يدي ملابسي قد قطعت قطع قطي، كأني شبه عاريا أو ميتا قد فر من أكفانه، رأيت رجلا ماشيا كأنه عارنجلي يمشي على عصا معوجة كالأفعة، فقلت له قل قل غلي أين طريق الأمل، فرد خايم مهتجي مهرولا هراولي، وقال اسمع يا فتى جلا جلا جل جلي، لأي أرض تنتمي هل أنت حوثي معتدي، فقلت لا 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 لا, لا تتهمني يا ولي، أنا الأديب اليمني وأرض يافع بلدي، رأس الظبي قريتي وابن عاطف لقبي، والبص هذا هو إلي والثور أفقد عقلي، فقام هل بي هل بي، وظل يدعو لي دعا لي، رجعت أمشي حافيا ممزقا مبهذلي، والناس تضحك ضحكة ككعكلي، شماتة بالعاطف في أسواق أكتوبر بري أهل الظبي والموسط، لكن مشيت صامتا ولم أرى ورائي من خشية الناس أجمعي، تحديا للأصمعي لو صابني ما صابني من البلاء والبلي، سأروي هذه قصتي للناس في كل زمني، وهمني ما همني مالي وما للناس لي، رجعت بيتي ناعسا ولم أجد وسادتي، نظمت قصة بارعة يعجز عنها الأدبي، أقول في مطلعها صوت المنبه فأتني.